بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هنعمل نوع من البسكوتات الرائعة وجربوها بنفسكم من غير أي نوع دقيق. أنا بحب الأفكار دي جدا. طبعا أنا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف كالعادة، لأن يعني عاملة المقدار مزدوج. عندي هنا جوز الهند والبيض حطيتهم مع بعض. بسكوت طلع طعمه رائع. طبعا نستعمل اي سكر من السكر اللي هو للدايت والمرضى السكر، اي نوع. اللي معايا ده ستيفيا. طلع رائع وعجبهم، وعملت لكم طريقتين. تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا اتعمل ازاي بالضبط، لان عملته بطريقتين. هنا حطيت البيض. طبعا لما عملته بالسكر بتاعي حبوه واكلوا منه. ده فول سوداني، زبدة فول السوداني يا جماعة، جايباها هنا من محل جنب اسمه وردة الخليج في الرياض. يعني ما شاء الله بيحطوا السوداني يطلع زبدة من دون اي اضافات، وانت واقفة وشايفاه. ضفت زيت الفول السوداني وجوز الهند والفانيليا. بيض يبقى فانيليا على طول. يعني المقادير سهلة وبسيطة. شايفين مزجتهم مع بعض. لما بقت عندي عجينة كده اقدر اشكلها. هاخد قطع صغيرة جدا قد صفار البيض او اقل. شكله بالشكل اللي انتوا عايزينه. شايفين عملناه دواير، ويعني ضغطت عليه ضغطة بسيطة بس. هجيب اي عصاية عندي، اي يعني عصاية معلقة، واضغط في النص كده. ليه؟ عشان احطها، اقول لكم ليه في النهاية. طبعا لما هنضغط هتتفتح من الجناب، نرجع ننظمها تاني. بس هنا مش واضحة في الكاميرا. انا حاولت اقفلها تاني وننظمها قبل ما ندخلها الفرن. انا كان عندي مربى فراولة عاملاها على القناة، طريقة صحية. ممكن انا بقى حطيتها في البسكوت قبل ما ادخله الفرن. انتوا ممكن تزوقوها بعد ما يطلع من الفرن واستوى. لكن انا مش عارفه انا عملت ليه كده. قلت احط كده الاول وبعدين ادخلها الفرن. فانتوا ممكن تعملوا البسكوت كده على كده خلاص، على يكون 180 فرن، 180 من تحت بس. شوف انا حطيت المربى الفراوله وهدخله الفرن يستوى، يعني قبل ما يستوى. ممكن انتوا تعملوا الحركه دي بعد ما يستوى، تزوقوه بشوكولاته او اي نوع من المربى. شايفين طالع عندي جميل وبيدوب كأنه يعني بوتيفور، والطعم رائع رائع. ما كنت اتصور انه يطلع بالجمال ده. طبعا لما عجبهم رجعت عملت لهم بالعسل بقى، نفس الطريقة بس بالعسل. وشكلته تشكيل تاني. دلوقتي انا حطاه بين ورقتين زبدة، وبالنشابة احاول ارقه خالص بسمك معين، يبقى بسمك البسكوت المعتاد يعني. واقطعه باي قطعات عندي، اي قطعات اي شكل. شايفين معايا كأنه معمول بالدقيقة عادي خالص. شايفين السمك قد ايه.